الخنفوري المجرم اللي هرب من الحبس وروع المنطقة ديال الغرب. كون الخنفوري عصابة إجرامية اللي تخصصت في المهاجمة ديال الأعراس والاغتصاب والاعتداء على الناس اللي تكونوا في العرس، وكان كيدير حتى حواجز أمنية وهمية أي البراجات. في البداية ديال التسعينات دخل الخنفوري للحبس من بعد ارتكابه جريمة ديال القتل وتحكم عليه بالإعدام. فالخنفوري بعد ذلك فكر في الهروب من الحبس وما تطلبش منه الأمر وقت طويل. فالخنفوري نجح في الهروب من بعد ما قتل أحد الزملاء ديالو في السجن، واستطاع من خارج أسوار السجن باش يكون عصابة إجرامية اللي مهتمة بالمهاجمة ديال الأعراس وزرع الرعب في نفوس المواطنين في المنطقة ديال الغرب، بحيث صبحات الأعراس أمر محرم على كل الناس اللي باغيين يتزوجوا في المنطقة ديال الغرب. بطبيعة الحال كبر الخنفوري النشاط ديال العصابة الإجرامي ديالو، وصبحات كتعترض السبيل ديال المرة وكتوقف الحافلات ديال النقل اي الكيران والطوبيسات واي حاجه، وكتستولي العصابه ديال الخنفوري على الاغراض ديال المسافرين اي كيكشطوهم اي حاجه عندهم تيديوها لهم. وكان انتهى الشريط ديال الرعب من بعد القبض على الخنفوري وايداعه للسجن من جديد والحكم عليه بعقوبه الاعدام. من بعد ما قتل الخنفوري احد الاصدقاء ديالو، والاشاره الخنفوري هو اللقب ديالو، اما الاسم الحقيقي اللي مدون في الشهاده ديال الميلاد هو عيسى غفار. الخنفوري ما كانش كمل حتى 20 عام باش كان مجدود في الحبس، وكان مجدود في الحبس ديال سنترال بمدينه قنيطره او السجن المركزي بمدينه قنيطره. الخنفوري ما بقاش قادر يبقى في الحبس في ذاك الوقت، وكتبان ليه بزاف ديال الاعوام باش يخرج في حاله من الحبس. ففكر الخنفوري في المغادره ديال الحبس، وفكر انه ينهي المده ديال الحبس قبل الاوان، وما كان عنده حتى شي سبيل اخر من غير الهروب من الحبس، وما كانش ناوي يخرج من الحبس باش يتوب، وانما رغبه منه في المواصله ديال العمل الاجرامي ديالو. النهورا كانوا كيدوزوا عليه في الحبس تقال بزاف، وكان الخنفوري كيفكر في الامر اكثر من مره وينهي الكابوس ديال القفص الحديدي عن طريق تدبير طريقه جهنميه للهروب، وبالتالي الاستمرار في ارتكابه لجرائم اخرى اللي اهتزت لها المنطقه ديال الغرب. وضع الخنفوري دون ان يحتاج للمساعده لاي شخص اخر خطه ديال الهروب من الحبس اللي نفذها ببراعه. كان الامر ديال البقاء ديالو في السجن مجرد مساله وقت فقط. ففي الليله اللي غادي يهرب فيها قتل الخنفوري الصديق او الزميل ديالو في الزنزانه باش ما يبرقكش به الحراس ديال الامن، ومن بعد قتل غارديان ديال الحبس اللي تصدى ليه وحاول منعه من الفرار. من بعد ما وجه ليه الخنفوري طعنه قاتله. الخنفوري ما كانش كيطيق انه يعترض سبيله شي واحد، وما كان عنده ما يخسره، خاصه وانه محكوم عليه بالاعدام، وكيقول مع راسو ان المساله الهروب ما غادي تغير حتى شي حاجه من الحكم اللي هو محكوم عليه بالاعدام. فالخنفوري واصل الطريق ديالو لخارج الاسوار السجن رفقه سجين اخر اللي انتهز الفرصه باش يهرب معه، وكانت الحريه وبدايه مسلسل اجرامي استمر طويل. كون الخنفوري عصابه ديالو الاجراميه، ما وجد حتى شي صعوبه في ذلك حكم العلاقه ديالو مع العديد من المجرمين، وقرر الاستقرار في منطقه الغرب ما بين مدينه قنيطره وسيدي قاسم. كانت عند الخنفوري الجريمه المفضله عنده هي المهاجمه ديال الاعراس والترهيب ديال الضيوف ديالها اي الناس اللي تيكونوا حاضرين في العرس، وبالتالي اغتصاب العروسات، وما سلم حتى شي واحد من الجرائم ديالو. ونتيجه لذلك كان كيحول العرس من فرح الميتة، وكان كيمشي فرحان بالعمل الاجرامي ديالو اي فحال اللي ما داير حتى شي حاجه. طال الظلم ديال الخنفوري جميع السكان في منطقه الغرب اللي حرمهم من المتعه ديال الفرحه والاقامه ديال الاعراس، فحرصوا جميع هاد الناس ديال منطقه الغرب طيله شهور عديده على الاقامه ديال حفلات الزواج في تكتم شديد خشيه من التعرض للهجوم من العصابه ديال الخنفوري. ولم يعد الاعلان عن الزواج امر مرغوب فيه بين الاهالي ديال المنطقه ديال الغرب. كان عيسى الغفار اللي كيتلقب بالخنفوري كيتعامل بصرامه بالغه مع افراد العصابه ديالو والمتعاونين معه، بحيث ما كانش كيتردد في قتل البعض منهم والقطع ديال اللسان ديالهم حسب طبيعه الجرم اللي ارتكبوه. وكيقول اللي خان يتقتل، واللي خرج شي هضره او حاول يخرجها يتقطع اللسان ديالو باش يكون عبره لباقي افراد العصابه. واشتهرت هاد العصابه ديال الخنفوري كذلك باقامه حواجز امنيه كيف ما قلت لكم في الطرق الثانويه لمنطقه الغرب على مدار الساعه سواء بالليل او بالنهار، وكان كيجريسي الناس اللي مسافرين اللي كيمروا من داك الطريق كيدي لهم اموال ديالهم والممتلكات ديالهم واي حاجه. وقد طال الاجرام ديال الخنفوري والعصابه ديالو ايضا الكبار ديال الفلاحين وملاكي الاراضي في المنطقه اللي كانوا مضطرين
باش يدفعوا واحد البال للخنفوري مقابل السماح لهم بانجاز النشاط الفلاحي ديالهم والرعايه ديال المزروعات ديالهم. الخنفوري طغى وبزاف وما كان كيسقال حتى شي واحد، وكان لابد من البحث عن سبيل الانهاء الكابوس اللي ظل يؤرق النوم والراحه ديال سكان المنطقه الغرب. امام التعدد ديال الجرائم ديال الخنفوري كان لابد لرجال الامن من تكثيف الحملات التمشيطيه ديالهم والبحث على هذا المجرم الخطير اللي تمادى في نشر الذعر والحاق الاذى بالعديد من المواطنين، وكان كيفلت في بزاف ديال المرات، اي فيما كيبغيو يشدوه الجندار او البوليس كيهرب منه، كان كيعرف كيفاش يهرب. ولكن في واحد الحملات التمشيطيه كاد ان يسقط في يد رجال الامن من بعد ما نجحوا واحد جوج ديال لي جندارم او دركيان في المحاصره ديالو في حقل ديال قصب السكر، ولكن استطاع التخلص من هاد الدركيين بسهوله بالغه وقتلهم ببروده ديال الدم اللي ما عند حتى شي واحد. من بعد انصرف لتدبير الشؤون ديال العصابه ديالو، اي مشى يكمل خدمته مع العصابه ديالو وما كانش كيفكر ابدا في العواقب واستمر في الطغيان ديالو. وللاسف في ذاك الوقت كانت ما نجحاتش السلطات الامنيه في القاء القبض على الخنفوري الا بعد تحريات كثيره، بحيث تمكن واحد الضابط من الاحكام ديال القبضه ديالو عليه، اي تمكن من القبض على الخنفوري اللي هو كان طاغي وصحيح وبزاف ديال الحوايج. رغم المحاوله ديال الخنفوري باش يطعن او يخشي السلاح الابيض في هذاك الضابط، فكان لابد من تقديم تضحيات كبيره لوضع حد للنشاط ديال الخنفوري الاجرامي. شدات الاطوار ديال المحاكمه ديال الخنفوري انتباه الراي العام بالمغرب، والسكان ديال منطقه الغرب احتفلوا بنهايه كابوس مجرم خطير اللي روع السكان ديال المنطقه وما كان كيخليهم ينعسوا لا بالليل لا بالنهار خوفا من الخنفوري المجرم اللي كان خطير وبزاف. دابا راه كيقولوا راه تاب، الله يعفو عليه وعلى جميع المسلمين. وما تردوش بعد ذلك الاعيان والوجهاء ديال المنطقه في النصب ديال واحد الخيام للاحتفال بالقاء القبض على الخنفوري واللي تحكم عليه بالاعدام في ذاك الوقت. هذه المره اصبح الفرح ممكن واقامه الاعراس امر ممكن كذلك في المنطقه ديال الغرب، وممكن العرسان انهم يفرحوا بالاعراس ديالهم بعيدا عن شبح الخوف من المجرم اللي كان كيتعرف بالخنفوري.